ميزانية ال10,000 الشهرية للرجال. وطبعا ميزانية الراجل بتختلف عن ميزانية الست تماما. ليه؟ لأن الست بتاخد مصروف البيت بيبقى للبيت، يعني بتصرفه في حاجات محدودة، ده مثلا أكل شرب ومنظفات، بتكون واخدة المبلغ لأساسيات البيت بس. تمام. طيب ميزانية راجل البيت دي بقى بتكون مختلفة تماما. ليه؟ لأن أي حاجة تخطر على بالك أو ما تخطرش على بالك بيكون هو ملزم بيها، وملزم إن هو يكفي طلبات بيته وعياله. يعني بيكون ملزم من الفواتير، بيكون ملزم من الأكل والشرب، من مصاريف مثلا مدارس، مصاريف دروس. لو مثلا حد تعب بيبقى ملزم ان هو يكشف له ويجيب له العلاج والتحاليل، في لبس مدارس، في دروس، في كتب ومصاريف مدرسه، وفي مثلا دخلة رمضان عايزين، يا مش رمضان، دخلة العيد عايزين لبس عيد وكحك وبسكوت، عيد كبير عايزين لبس ولحمه بقى وفته بقى وايه وكل الكلام ده، دخلة صيف عايزين بقى تصيفوا وتروحوا البحر، وحاجه مثلا باظت في البيت هو اللي بيصلحها، حاجه جديده عايزين تشتروها للبيت، تغيروا مثلا عفش، تغيروا اي حاجه، برضه هو اللي بيكون ملزم بيها. فاي حاجه تخطر على بالك او ما تخطرش على بالك بيكون الراجل ملزم بيها. لكن الست بتبقى واخده المصروف بتاعها بيكون محدد، يعني عارفه هي هتجيب بيه ايه، تاخد مصروفها على اساس احتياجات البيت بتاعها. يلا بينا نسمي الله ونشوف الفيديو مع بعض. بس قبل ما نبدا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناتي عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله وتشوفوه قبل اي حد. ميزانيه ال10,000. طيب هنبدا اول حاجه بايه؟ بالطلبات الشهريه. ومن ضمن الطلبات الشهريه اول ما الواحد بياخد القبض بتاعه اول حاجه بيفكر فيها هي الفواتير. اللي طالبين مني الميزانيه دي بيدفعوا فواتير 1000 جنيه. تمام كده؟ يبقى اول حاجه الفواتير 1000 جنيه. تمام كده؟ طيب هنطلع منهم صدقه 100 جنيه. الصدقه دي بتمنع عنكم حاجات كتيره جدا. اللي في استطاعته انه يطلع اكتر من 100 تمام، اقل برضو تمام، المهم ان الصدقه دي تكون بند اساسي في حياه كل انسان، لازم يطلع الصدقه دي، بتمنع حاجات كتيره جدا وبتفادي حاجات كتير. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنجيب الطلبات الشهريه بتاعه البيت. اول حاجه هنبدا بيها وهي العلافه. طيب هنجيب علافه ايه؟ هتجيبوا 8 كيلو رز. كيلو رز ب 26 جنيه، يبقى 8 كيلو ب 208. و6 كيلو مكرونه من ضمنهم لسان العصفور والشعري ب 144 جنيه. وكيلو عدس ب 50 جنيه، نص عدس اصفر ونص عدس بجلبه، او على حسب بقى، شوفوا انتوا بتحبوا ايه اكتر وهاتوا. وكيلو دقيق ب 20 جنيه. وكيلو ونص فول مدمس ب 60 جنيه. كيلو الفول ب 40 جنيه، يبقى كيلو ونص ب 60. ونص كيلو فاصوليا ب 35 جنيه. ونص كيلو لوبيا ب 30 جنيه. وهنجيب باكو شاي الربع ب 52 جنيه. وهنجيب علبة سمنة ب 90 جنيه. وهنجيب 3 ازايز زيت. الزيت دلوقتي ب 47 جنيه وفي ب 48 جنيه، انا هحسبه لكم على 50، يبقى 3 ازايز ب 150 جنيه. وهنجيب 3 اكياس سكر. كيس السكر ب 35 جنيه في 3 يبقى ب 105. وهنجيب توابل ب 120 جنيه. التوابل اللي ب 120 جنيه دي هنجيب ايه؟ هنجيب ب 30 جنيه فلفل اسود، ب 30 كمون، ب 10 كزبره، ب 20 ملح، ب 10 شطه، ب 10 كركم، ب 10 خل. تمام؟ طيب هتجيبي ايه كمان؟ هتجيبي المنظفات. المنظفات برضو هتجيبيها بالشهر. هتجيبي مسحوق غسيل ب 150 جنيه. صابون سائل ب 40 جنيه. تجيبي شامبو ب 40 جنيه. هتجيبوا كريمات وجل من الصيدليه ب 50 جنيه. هتجيب كلور زائد سلك مواعين ب 25 جنيه، ب 10 سلك وازازه كلور ب 15 جنيه. وهتجيب صابون بريحه ب 30 جنيه. طيب العلافه هتكلفني كام والمنظفات هتكلفني كام؟ العلافه هتكلف 1046 جنيه. والمنظفات هتكلف كام؟ 335 جنيه. دي الطلبات الشهريه. طيب هنجيب ايه تاني بالشهر؟ هنجيب اللحوم. كيلو ونص لحمه سليمه بلدي، كيلو ونص ب 540 جنيه. هنجيب نص كيلو لحمه مفرومه ب 180 جنيه. هنجيب 4 فرخات. كيلو الفراخ ب 85 جنيه، هتجيب الفرخيه 2 كيلو ب 170 جنيه، في الاربع فرخات هيبقوا ب 680 جنيه. هتجيب كيلو الا ربع سجق. كيلو سجق ب 200، يبقى كيلو الا ربع ب 150 جنيه. وكيلو كبد وقوانص ب 110. ونص كيلو بانيه ب 85 جنيه. وسمك
ب 700 جنيه. طيب اللي طالب مني الميزانيه دي عدد افراد اسرته 6. طيب الاربع فرخات دول هيتقسموا ازاي؟ كل فرخايه هتتقسم على 6. ازاي؟ يعني الورك هيبقى زي ما هو، يبقى كده ايه، في وركين، يعني ده منابين. هي والصدور كل صدر هيتقسم على 2. الصدر بيكون كبير شويه، واحنا جايبين الفراخ 2 كيلو، يعني الصدر هيكون كبير، فبقى هنقسم الصدر على 4 والوركين هيبقوا كده 6. وكل اسبوع مدام تطبخ فرخه. تمام كده؟ دي تقسيمه الفراخ. تقسيمه اللحمه هتكون عباره عن ايه؟ دلوقتي كيلو ونص اللحمه ده هتعملوه على طبختين، كل طبخه بكيلو الا ربع لحمه. تمام كده؟ معاكم طبختين باللحمه واربع طبخات بالفراخ. طيب وبالنسبه للسمك، السمك انا حاطه لكم ليه 700 جنيه. طبعا السمك بيبقى انواع كتير واسعار مختلفه، طبعا في الاقل من 100 وفي الاعلى من 100. فانتوا السمك بقى هتقسموا على حسب بتجيبوا كميه قد ايه، وعلى حسب سعر النوع اللي انتوا بتجيبوه. دي البنود الشهريه بتاعتي. هنجيب ايه بقى بالاسبوع؟ هنجيب طلبات الخضار وطلبات السوبر ماركت. اول ما تاخد القبض بتاعك كده هتطلع 800 جنيه للخضار و1000 جنيه للسوبر ماركت، يعني 1800 جنيه كده هيتشالوا على جنب، هيتقسموا على 4. يعني كل اسبوع هتنزل ب 200 جنيه للخضار وهتنزل ب 250 جنيه للسوبر ماركت، يعني 450 جنيه كل اسبوع تنزل تجيب بيها الخضار والفاكهه وطلبات السوبر ماركت. تمام كده؟ طيب يبقى الاربع اسابيع ب 800 جنيه، يعني على الاربعه هيبقى كل اسبوع ب 200 جنيه. طيب هتجيب ايه بقى بال 200 جنيه دي؟ هتجيب 4 كيلو طماطم، كيلو الطماطم ب 5 جنيه، يبقى ال 4 كيلو ب 20 جنيه. هتجيب 2 كيلو بصل ب 20 جنيه. وهتجيب كيلو خيار ب 15 جنيه. وهتجيب نص فلفل ب 5 جنيه. ونص جزر ب 5 جنيه. و2 كيلو بطاطس ب 25 جنيه. وهتجيب بقى صنف الخضار، يعني شوفوا انتوا الاسبوع ده هتاكلوا خضار ايه، عايزين مثلا تجيبوا باميه، تجيبوا بسله، تجيبوا فاصوليا، تجيبوا قلقاس، يعني نوع الخضار بقى اللي انتوا حابينه وهاتوه. الطلبات دي بتكون اساسيه بتجيبوها كل اسبوع، لكن نوع الخضار نفسه بيكون مختلف. فانا هحط لكم نوع الخضار 60 جنيه. عايزين مثلا تعملوا محشي اليوم ده، يعني شوفوا الاسبوع ده ايه الطبخه اللي هتعملوها. ممكن تحتاجوا بتنجان تعملوا مسقعه ولا حاجه، او تعملوا محشي، او تطبخوا كوسه او محشي مثلا بتنجان وكوسه، وتجيبوا مثلا قلقاس جنبيه، ملوخيه. يعني معاكم 60 جنيه لانواع الخضار اللي هتطبخوها في الاسبوع ده. تمام كده؟ طيب وهتجيبوا فاكهه ب 50 جنيه. يبقى كده دي ال 200 جنيه بتاعتي. تمام. طيب طلبات السوبر ماركت 1000 جنيه هنقسمهم على الاربع اسابيع، هيبقى كل اسبوع 250 جنيه. هتجيب ايه بقى بال 250 جنيه دي؟ احنا جايبين في طلبات العلافه فول مدمس كيلو ونص، هتدمسوا فول وتخلوه في الفريزر، وكل يوم تطلعوا كيس للفطار او العشاء. تمام كده؟ هيبقى جنب طلبات السوبر ماركت. طيب طلبات السوبر ماركت دي هتجيب ايه كل اسبوع ب 250 جنيه؟ هتجيب 3 كيلو لبن، كيلو لبن ب 30 جنيه، يبقى 3 كيلو ب 90 جنيه. هتجيب لانشون ب 40 جنيه. هتجيب حلاوه ب 25 جنيه. هتجيب نص كيلو جبنه دومتي ب 45 جنيه. وهتجيب بيض ب 50 جنيه. يبقى دول كده بال 250 جنيه. تمام كده؟ طيب هنجيب ايه كمان؟ اللي طالبين الميزانيه دي اللي ما عندهمش بطاقه تموين، حتى احنا هنا جبنا السكر والزيت والسمنه والطلبات اللي بنجيبها من التموين. تمام كده؟ طيب هيكون ناقص ايه كمان؟ هيكون ناقص العيش. فهحط لكم مبلغ العيش ده يكون شهري، تخلوه على جنب، وانتوا بقى تقسموه على حسب بتجيبوا عيش كل قد ايه. بتجيبوا عيش كل اسبوع تمام، بتجيبوا عيش كل يوم برده تمام، يعني انتوا هتقسموه على عدد المرات اللي بتجيبوا فيها عيش في الشهر كله. طيب هعمل لكم كام للعيش ده؟ هعمل لكم 700 جنيه للعيش بتاعتي. الميزانيه دي بقى هتكلف كام؟ هتكلف 744 جنيه. تمام كده؟ طيب هيكون في 56 جنيه عشان نقفلهم 7.5. تمام. دول بقى ايه هتعملوا بيها ايه؟ هتكون مساريات، يعني عايزين تجيبوا بيكنج باودر، تجيبوا فانيليا، تجيبوا خميره، عايزين تزودوا اي حاجه في التوابل، مثلا تجيبوا قرفه، تجيبوا بهارات لحمه، بهارات فراخ، بهارات بطاطس، يعني اي توابل زياده جيبوا بيها. تمام كده؟ يبقى هنفترض ان الميزانيه دي هتكلف كام؟ هتكلف 7.5. طيب هيتبقى كام من ال 10000 جنيه دي؟ هيتبقى 2500 جنيه. طيب هتخلي ال 500 جنيه مصاريف مثلا مواصلاتك وانت رايح الشغل، لو هتجيب فطار مثلا تفطر الصبح وانت رايح، يعني ال 500 جنيه دي هتكون مصاريف شخصيه لحضرتك. هيتبقى 2000 جنيه. 2000 جنيه دول بقى هيتشالوا على جنب. ليه؟ طبعا دي كل الطلبات الداخليه جوه البيت، لكن طبعا بيكون في حاجات كتيره جدا الراجل مسؤول منها، زي ايه مثلا؟ عيل تعب عايز كشف وعلاج وتحاليل واشعه، وبتبقى موال، يعني لو عيل من العيال تعب بياخد مصاريف كتير جدا. مثلا ممكن اي حاجه تبوظ في البيت تحتاج انها تتصلح، ودلوقتي اي صنايعي بيجي بيبقى عايز 400 500 اقل حاجه.
في المدارس طبعا العيال بياخدوا دروس، فال2000 جنيه دي هتبقى متشاله على جنب تتحوش كل شهر، وكام شهر بتوع المدارس تدفع منهم مصاريف الدروس. طيب دخل موسم مثلا رمضان، عايزين يمشي رمضان، طبعا بقى طول السنه بيكون في مواسم، يعني المدارس الاولاد بيكونوا محتاجين كتب، بيكونوا محتاجين هدوم للمدارس، في اعياد، عيد كبير، عيد صغير، في دخول صيف، دخول شتاء، كل ده بيكون محتاج لبس للاولاد دي. فطبعا ال2000 جنيه دي شهر على شهر هيبقوا مبلغ كده، واول ما يجي مثلا موسم او مناسبه او اي حاجه يكون في فلوس كده موجوده على جنب، بحيث ان انت تقدر تجيب الطلبات دي. طبعا في دخلة صيف وعايزين يصيفوا ويروحوا البحر ومن 3، فطبعا كل ده بيكون بمصاريف، فالمبلغ اللي متشال على جنب ده شهر على شهر بيبقى عامل مبلغ. اي موسم او مناسبه تيجي، مثلا ضيف يجي لك، عزومه تعملوا عزومه، يعني اي ظرف من الظروف، الفلوس دي تبقى متشاله على جنب دي. تمام كده وبس كده. كده اكون خلصت معاكم ميزانيه النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناتي عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله وتشوفوه قبل اي حد. والسلام عليكم.